الجزائر كانت 3 مقاطعات فرنسية ولم تكن تشمل لا تندوف ولا أدرار ولا حاسي مسعود. لو كانت إسبانيا وقعت اتفاقية مدريد مع موريتانيا والمغرب سنة 1961 مثلا لما كانت هناك قضية صحراوية من أصله. نحن أمام قضية مفتعلة. وراجع الإخوة الجزائر في الجزائر مواقفهم السلبية في هذه القضية السخيفة والبسيطة والمفتعلة. حق تقرير المصير، الذهاب إلى الأمم المتحدة، هي موضوع مفتعل. دعني أقول لك من أين أتت هذه الأزمة. في استقلال الجزائر 1962 أعيان بعض المدن الجزائرية فوجئوا بإلحاقهم بالجزائر، وكان شخص مثل هواري المدين يأتي من الجبال والحروب، ليست عنده محبة أو إعجاب خاص بجلالة الملك والأبهة الملكية والبروتوكول الملكي، يجد فيه عدوان على حالته الوجدانية. بالنسبة لي شخصيا ستنتهي القضية الصحراوية في اليوم الذي تقرر النخب الجزائرية أن تترفع على هذه المواقف غير مفيدة لا للجزائر ولا للمنطقة. أنا شخصيا لا أعترف بالبوليزاريو كدولة. الإخوة الجزائريين اللي كان يجب أن يلعبوا دور القاطرة التي تجر كل قطار المغرب العربي فضلوا إضاعة تبديد الجهد والمال في نزاعات سرمدية لا طائل وراءها.